صباح الخير او مساء الخير ايا كان بتسمعني امتى، ولكن انا جاي لك كده كلمتين على خفيف بالنسبه لمباراه الاهلي وبولوزداد. سيبك من النتيجه وارميها وما تشغلش بالك، وسيبك من الفنيات لان اتكلمنا فنيات كتير في حلقه امبارح. لو لسه ما اتفرجتش عليها انزل حالا اتفرج عليها. ولكن ليه بقول لك سيبك من النتيجه وما تشغلش بالك يا معلم؟ لان الاهلي دايما في عظمه في دوري ابطال افريقيا. الاهلي اللي بيدخل دايما في تحديات كتير وسيناريوهات مجنونه، سيناريوهات محدش يقدر يتوقعها، وفي النهايه الاهلي بيبقى بطل دوري ابطال افريقيا رغم الصعوبات ورغم التحديات. ولكن انا جاي ارد شويه ردود كده على الناس اللي بتقلل من الاهلي او بتقلل من نجوم النادي الاهلي او بتقلل من مارسيل كولر او بتقلل من ياسر ابراهيم او بتقلل من موديست. كلام كتير هتكلم فيه، ولكن خليك معايا وركز في كلامي. بالنسبه لمباراه الاهلي وبولوزداد، انت عارف ان الاهلي داخل بغيابات كتير المباراه دي. الاهلي اللي عنده الشناوي اللي ثقه كبيره جدا بالنسبه للشناوي عنصر تيم النادي الاهلي، فان الشناوي يتصاب ما يبقاش موجود والاهلي يدخل في ازمه ويقول عايزين نجيب حارس جديد ومش عارف ايه، طب يلا ندي الثقه لشوبير اللي بيلعب طبعا دوري ابطال افريقيا، الراجل بيلعب كاس عالم الانديه، الراجل بيشارك على بعض الفترات لان في حارس كبير حارس افريقيا دلوقتي الشناوي، ولكن بيتصاب. فالاهلي يبدا يدي الفرصه لمصطفى شوبير. فمصطفى شوبير في مباراه ملحميه كبيره جدا بالنسبه لجمهور شباب بلوزداد يبقى عنده الثقه الكبيره دي، ومصطفى شوبير يتالق بشكل كبير. شابوه وبرافو بشكل كبير يا مصطفى شوبير، وارمي اي كلام ساذج لناس تانية تعبانه في دماغها عايزين يوقعوك. تشوف ياسر ابراهيم مباراه قويه، ياسر ابراهيم اللي دايما بتكلم وبقول يستحق انه يكون اساسي في منتخب مصر. ادي ياسر ابراهيم يا عم فيتوريا اللي ما كنتش بتلعبه، يا اللي كنت واخده بتقول له واخده كده بس ايه علشان ما اعرفش اسامه جلال اتصاب. ادي ياسر ابراهيم اللي قدم اداء رائع وقوي جدا في مباراه نقدر نقول بعد شهر ونص توقف ياسر ابراهيم بيرجع واقف على رجله اسد ما شاء الله عليه. منعم اللي قدم مباراه برده كبيره الحقيقه، ولكن باقي اللعيبه اتكلمنا ان في عنصر فني سيء جدا، ان دفاع الاهلي لما يقطع الكوره مفيش حد في نص الملعب يمسك ويحضر، فاتكلمنا الكلام ده كتير. ولكن كمان لما تيجي تتكلم بقى على مارسيل كولر، الراجل داخل بيه صعوبات كتيرة جدا، الراجل بتوقف دولي بقالنا كتير جدا، الراجل داخل بالنسبة لمارسيل كولر مباراة فيها غيابات، الراجل عنده لعيبة لسه بترجع من الإصابة زي رضا سليم، الراجل بيشارك موديست بيديله الفرصة، ولكن موديست اللي كمان ما جالوش الفرصه كتير. يعني انت بتتكلم في اوفرات، محمد هاني ما رفعش ولا اوفر، معلول ولا اوفر، ما فيش اوفرات خالص طول المباراه بالنسبه لموديست. فمين يا معلم مين اللي يوصل لموديست؟ والله لو جبت هالاند، لو جبت ليفاندوسكي من برشلونه، والله ما هيعمل اي حاجه. المهاجم اللي زي كده علق له في الصندوق، اديله في ال 18، اديله واعمل اللي عليك وفي الاخر اقعد حاسبه. ولكن الناس بقى من بعد امبارح موديست والله مش قادر يجري مش عارف ايه بتقعد تتريق. طب موديست ده في مباراه الكاس الجاي لو ما جابش هدف الفوز وجاب الكاس للاهلي قدامنا احنا كزمالك، مش عارف اقول لك ايه. بس شوف انت بقى، احنا دايما كجمهور الزمالك نحب نتريق وبرونو سافيو مش عارف ايه، وبرونو بيلعب كده قدام الزمالك اول ماتش وهوبا يا معلم ويجيب الكاس للاهلي، فاحنا بنتريق على الفاضي. ولكن الاهلي اللي بيتحدى الصعوبات في مباراه صعبه زي كده، زي مباراه شباب بلوزداد، صعوبات بالنسبه ليه طبعا الاصابات، بالنسبه التوقف الدولي اللي بقالنا كتير جدا، لعيبه الاهلي اللي كانت متواجده في منتخب مصر وبيشاركوا بشكل اساسي. فانت بتتكلم يا معلم في اجهاد كبير جدا. يعني انت بتتكلم في هاني، بتتكلم في ايمان، بتتكلم في مروان، بتتكلم في علي معلول اللي كان بيلعب في منتخب تونس، بتتكلم في منعم، بتتكلم في لعيبه. ورغم كده الاهلي قدر انه يطلع بنقطه، ورغم النقطه الاهلي لسه في الصداره، ودي عظمه النادي الاهلي. فالاهلي في عظمه كبيره جدا، وجمهور الاهلي بقول له هارد لك بالنسبه لمباراه زي كده. ليه بقول الاهلي او جمهور الاهلي بقول له هارد لك ان انت اتعادلت؟ هو عادي تتعادل، ولكن جمهور الاهلي مش متعود على الكلام ده، الجمهور الاهلي متعود على الفوز. فبالنسبه له مباراه التعادل دي هي مباراه خساره، انا خسرت. رغم كده الاهلي طلع برضو بحاجات ايجابيه كتير، منها انه كسب ثقه كبيره بالنسبه لمصطفى شوبير اللي ما شاء الله عليه، الراجل خلاص انا واخد ثقه كبيره وقادر ان انا اقود الاهلي لباقي الموسم، لان خلاص شوبير هو اللي هيقود الاهلي الفتره اللي جايه. فكل التوفيق لشوبير، الراجل الحقيقه لسه صغير، اديله الفرصه، بكره هيبقى حارس مصر الاول منتخب مصر، فبندعمه مش نقعد نكسره ونقعد نتكلم عليه ونقعد نتكلم على الاهلي اصل الاهلي اتعادل. والله
الاهلي لو كان كسب كنت هتلاقي نفس المحنكين يقولوا الاهلي كسب بس بص الاداء، بس مش عارف ايه، اصل جون حظ، اصل الحظ مع الاهلي، اصل مش عارف ايه. فانت يا معلم الاهلي كسب، اهلي خسر، اهلي تعادل، هم عاوزين يتكلموا على تيم الاهلي وخلاص، او على مارسيل كولر وخلاص، رغم ان كل الناس شايفه بعينينا، رغم ان كل واحد لو يركز في فريقه هننجح. احنا كده كزمالك ممكن ننجح لو قعدنا نركز، ولكن احنا قاعدين على السقطه واللقطه. ولكن كلام ساذج جدا بنسمعه من امبارح بعد تعادل الاهلي امام شباب بلوزداد. ولكن في النهايه عظمه الاهلي مسيطره في دوري ابطال افريقيا، والاهلي ده ياما دخل في تحديات كتير وسيناريوهات بتبقى شبه كده، وجمهور الاهلي بيقول لك انا بتفائل بالحاجات دي، ان الاهلي يتعادل، الاهلي مش عارف ايه في دور المجموعات، وفي الاخر الاهلي بيكون بطل لدوري ابطال افريقيا. فكل التوفيق للاهلي، باقي البطوله ان شاء الله يبقى في النهائي ويفوز بالبطوله، لان الاهلي هيبقى هو الممثل المصري الوحيد في البطوله. بيراميدز بيقترب من الرحيل، بيقترب من المغادره، ويبقى بيراميدز بره دوري ابطال افريقيا في مجموعه صعبه زي سان داونز ومازيمبي، فالاهلي هو ممثل مصر في دوري ابطال افريقيا الوحيد. فكل التوفيق للاهلي ان شاء الله. كفايه عظمه لحد كده، ويا ريت نفهم.